السلام عليكم. اليوم راح أحكي لكم قصة الشاب أحمد والتجربة المرعبة والغريبة اللي مر بيها. قبل لا نبدأ القصة أتمنى تدعموني بلايك واشتراك للقناة. خلونا نوصل 25 ألف بأقرب وقت. وبس خليكم وين القصة. يقول أحمد: صارت وياي قصة لا أقدر أنساها ولا أتجاوزها لحد يومنا هذا، وبسبب الرعب اللي صار وياه صارت عليه أعراض نفسية وتفكيره صار أكثر شيء عجن والأفكار المرعبة. بيوم من الأيام كان الظلام قوي ويغطي المنطقة كلها، وبوقتها كنت راجع للبيت وأنا جاي أمشي شفت الشارع اللي كنت أحبه بطفولتي، وهذا الشارع كان هواي بيه ذكريات ويا ناس أحبهم، وقضينا كل أوقاتنا بيه أنا وأصدقائي لما كنا صغار. ولعبتنا المفضلة بهذا الشارع كانت هي سباق الدراجات، وكنا نروح نلعب بهذا الشارع لين بعيد على أهلنا وما حد يدري بينا على ما يحاسبونا. وطلعنا اسم على هذا الشارع وسميناه شارع الوحوش، لأن كان كله أشجار طويلة والظلام بيه هواي قوي لأن ما بيه أضوية والناس ما بيه هم، وبيه ضوء ضعيف من الشوارع اللي قريبة عليه. يوم الحادثة كنت مصر أكتشف الأشياء الغامضة بهذا الشارع، وبوقت الوقت كان متأخر بالليل، ولما كنت أمشي بهذا الشارع حسيت واحد يركض وراي بقوة، وصوت رجلي كانت هواي عالية بحيث الأرض كانت تهتز. وبوعت وراي على المود أشوف شنو وما لقيت شي، وكملت طريقي ونسيت اللي صار، بس كنت مصر اكتشف هذا الشارع والاشياء الغريبة اللي تصير بيه. وكملت طريقي بس ما اكتشفت شي غريب، وبعدها بلحظات انعاد نفس الشي، وسمعت صوت خطوات ركض متجهة الي، وبوعت وهم ما لقيت شي، وناس استغربت هواي من هذا الشي. وهناك قررت اطلع من هذا الشارع بسرعة، وبقيت امشي سريع، وهذا الصوت اسمعه يركض وراي بس ما كنت اباوع وراي، وهم الوحيد اريد اطلع من هذا الشارع. وبوقتها بوعت على السيارات القريبة مني، وبوعت بالمراية مال السيارة، لمحت واحد وراي وشايل فاس بإيده وراد يضربني، ولما انداريت عليه على المود اتعارك وياه وما خليه يضربني. هنا ما شفت أحد وركضت على المود أشرد، بس طلع لي شخص من ورا السيارة ولزمني وضربني بالفاس مالته براسي، والدم بقى ينزل على وجهي، وبديت أفقد الوعي وقعدت بالشارع. ولما قعدت لقيت نفسي بمستشفى بهذا الشارع المهجور، بس المستشفى كانت كلها أشجار عالية وظلمة، شكلها كان مرعب هواي. دخلت المستشفى ولقيت حارس الأمن، وهنا بديت أعاتب بيه لأن هو كان يباع من سطح المستشفى علي لما هذا الشخص ضربني بالفاس. وقلت له ليش ما ساعدتني، حاجته هواي كان يتجاهلني وكان يباولي بنظرات غريبة، وقال لي ادخل للمستشفى. ولما دخلت باوعت على هذا الحارس وشفته يبتسم إلي ابتسامة عريضة ومرعبة، واستغربت من هذا الحارس ليش حكيت وياه هالقد وما يرد علي، وليش يبتسم إلي هيج. بس أنا ضجت لأن ما ساعدني وصيحت عليه هواي. بعدها كملت طريقي ورحت للدكتور وضمد الجرح اللي براسي، بسبب هاي الضربة صار عندي فطر بالجمجمة، والدكتور خيط لي الجرح وأعصاب راسي كانت تأذين هواي. بعدها لما كملت وطلعت من المستشفى وراها ب3 أيام من هاي الحادثة، اجاني اخوي وطلب مني اروح وياه المدرسة اللي يصير بهذاك الشارع على مود يحاسب اللي ضربني. اخذته وياي ولما وصلني للمكان اللي انضربت بيه، ولما باوعت على الباب مال المستشفى اللي دخلت بيها شفت باب المستشفى كان كله اشجار وقديم هواي، وقلت له لما انضربت دخلت من هذا الباب للمستشفى. اخوي هنا تعجب وقال شلون دخلت من هذا الباب القديم، متأكد انت دخلت منه؟ وقلت له اي دخلت من هذا الباب. ورحنا دخلنا من الباب الرئيسي مال المستشفى انا واخوي، صعدنا للمدير بالبداية وسألنا المدير منو انتو وش تردون جايين الي. قلت له قبل كم يوم صار وياي موقف بهذا الشارع ودخلت لهاي المستشفى وانتو ما قصرتوا وياي، بس قلت له بوقت هذاك الموقف دخلت من هذاك الباب الخلفي مال المستشفى. بالبداية المدير طلع علي اوراق على مود اثبت لي انا وقت دخلت لهاي المستشفى، وبعدها قال لي لازم اروح وياك وتقول لي شلون دخلت من هذا الباب المهجور. واول ما شوفت الباب اللي دخلت منه قال لي تدري هذا الباب اللي دخلت منه مهجور من 25 سنة؟ هذا الباب الخاص بالمشرحة والموتى، والناس اللي يفوتون من هذا الشارع كانوا يشتكون من هاي الأصوات مال الموتى اللي تطلع من هذا الباب المهجور. وبعدها بشوي صارت الدنيا الليل، ولما قرر المدير يطلع من المستشفى قال له طلعوا من هاي المستشفى وبعد لا تفوتوا من يمها أصلا. ورحنا سوي على المود نطلع، بس الباب كان ما ينفتح، حاولنا نكسر بكل الطرق بس ما فاد. وبوقتها سمعنا صوت مشي جاي علينا، نفس الصوت اللي سمعته هذاك اليوم، وطلع لنا نفس الشخص اللي ضربني براسي وبإيده نفس الفاس. وهنا ركض علينا وضرب اخوي والمدير وماتوا اثنينهم، وانا بقيت حاير شلون اطلع من هاي المستشفى قبل لا اموت. وانا اركض وهذا الشخص يركض وراي، لقيت فتحة صغيرة من الحائط وشردت منها ورحت للشرطة والاهلي وقلت لهم انه اخوي انقتل بالمستشفى، والمدير هم انقتل. وراحوا الشرطة على المستشفى ودخلوا لها وما لقوا شيء، وجسد اخوي والمدير هم ما موجودات. بعدها تندمت طول حياتي وتندمت لين صحت اخوي وياي، ومن هذاك الموقف صار بي حالة نفسية وافكر هواي بالموقف اللي صار. لهنا يا شباب وبنات تخلص قصة أحمد، واعذرونا هواي على القطعة مال القناة بسبب الامتحانات، إن شاء الله بس أكمل أرجع بقوة.
أتمنى تدعموني بلايك واشتراك للقناة على المدى استمر، وبس أشوفكم بخير.